بسم الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الصلاة والسلام على أحسن من شكر النعمة ومن خلقه صلى الله عليه وسلم. أنا جبت لكم اليوم البنات كيكة عندها تاريخ معايا. نعرف تاريخها من نهار دوك نحكيها لكم مع الفيديو. دوك نحكيها لكم. حنا هنايا عندنا 2 حبات بنان، عندنا هذيك المقادير هنا نتاع الكيكة، عندنا السكر هنا نتاع الكراميل. أول شي هو نديرو السكر تاع الكراميل قبل. عندنا حوالي كاس إلا غير صباع، تحاولوا حتى ولو درتو كاس ماشي مشكل. أنا كاس كامل أو ناقص أصبع حسب المول تاعكم، حسب المول تاعكم كبير صغير. هنا نشمخو شوية، أنا الكراميل هنا نشمخها شوية البنات. نشمخ السكر، نلوح الماء نشمخ السكر. كي نشوف السكر نتاعي تشمخ كامل نحطها على النار بلا تحرك بلا والو. تذوب لك، كي تذوب تشوفيها بدات تحمر، هذيك هي الكراميل تاعك. هنا نديوها للنار. ها شفتوا السكر كامل تشمخ. عندنا احنا زوج بنانات او 2 موزات، هاك نقطعوهم نرحيوهم. نديرو حنا كي نرحيو لازم يكون يديرنا المقدار حوالي كاس. بالكيسان هادو اللي راني مكيله بهم ندير رحيناه. كي رحيتو دركا نديرو فيه نكيب به الكاس، كاس كامل، لازم يكون كاس كامل. كاس كامل. هنا نبداو دوكا البنات نديرو قبل انا كي دابت الكراميل. هاي ليك دابت الكراميل تاعي. جبنا المول تاع المسكوتشو، هذا هو المول تاعي. انا المول تاعي مش كبير بزاف، هو صغير. نتوما هنا تحبوا تضاعفوا المول تاعكم كبير، تضاعفوا المقادير تضاعفوا. هنا ندوها للثلاجه، ماشي في الفريغو البنات، غير في الثلاجه. هنا نفوتوا نديروا لاباري تاعنا هذه نتاع الكريمه اللي بالموز. انا هنا بالموز عندي 3 حبات بيض، عندي الموز، عندي لافاني قبل المغرف، عندي الموز نتاعي رحيته كاس قبل، عندي نص كاس سكر، نص كاس سكر نخلطوهم مليح. كي نخلطوهم البنات نحاول حتى يذوب السكر نتاعنا. نخلطو غير بالفوي برك بيدينا هكا من لاروبو لا والو. هنا تلوحوا الكاس نتاعكم تاع الموز. حاولوا البنات ديروا قطرات من الليمون ولا القرص في الموز تاعكم. انا خليته ما درتلوش، تاكسد شويه كحال. ومن بعد زدت كاس حليب. عندي 3 مغارف هنا البنات نتاع لحظه انا مكيلتهم لحظه. نخلطوا مليح حتى يدخلوا في بعضهم بعض، ينسجموا مليح. ومن بعد نجيبوا هذاك الكراميل تاعنا تكون جمدت، نفرغوه كامل. هنا بالموز البنات لاحظوا واحد ما دار لكم بالفواكه الطبيعيه، اني درتها لكم انا ان شاء الله يعجبوا لكم. ها المقادير البنات مضبوطه هنا. انا راني دايره المقادير، درت لكم المقادير اللي كتبتها لكم هي مضبوطه البنات. اللي حبيتوا تزيدوا حبيتوا تنقصوا حسب المول تاعكم هذيك حاجه. عندي هنايا 2 حبات بيض. انا البنات درت لكم 3 حبات بيض في المقادير، بصح انا درت 2، ما كانش عندي حبه. انا خلفتها من بعد بالحليب، خففتها بالحليب. نورمالمون ندير 3 خاطر عندي 2 مغارف كاكاو. هذه عجينه بالكاكاو، الكيكه تاعي بالكاكاو البنات. هنا لافاني، سكر، ثاني كاس غير ربع زيت. هنا خلطوا مليح. الكيكه هذه راهي من المشرق العربي، ماهيش تاعنا احنا. انا سمعتها كنت صغيره، سمعتها وحده اتصلت ما نعرف من فلسطين ولا من سوريا ولا من لبنان، هي اللي قالتها لأسامة أطيب ربي يرحمه اذا تعرفوه. هو دهش وجربها ونجح فيها. وكي جربتها انا وشفتها على المباشر في التلفزيون، كانت قناه دوبيه هذيك الوقت، ما زالت لحد اليوم وربي يرحمه. تعلمنا عليه حوايج بزاف. هنا درت لكم 2 مغارف كاكاو لان نبقى شو بالكاكاو. درت الكيكه هذه.
انا هما داروها بالكراميل، بالفلون كراميل، بصح انا درت لكم عطيت الفكره نتاعي. قلت على ما نديرهاش بالفواكه الطبيعيه. اخترت لكم الموز واخترت لكم الفراوله. انا عندي وصفتين هنا في الفيديو نتاعي. عندي زوج وصفات، واحده بالموز، هذه درتها بالموز والشوكولا، العجينه نتاعي درتها بالكاكاو. شوفوا البنات راني خففتها بالحليب على الاخر. انا في الاخير دائما ندير الحليب هو الاخر. اذا خصيت الحليب البيض البنات راني نخففها بالحليب على الاخر، ولا شفتها ثقيله الفرينه نتاعي تمنوا عليه يشرب، نخففها ثاني بالحليب. هذه حاجه مليحه البنات. من الاحسن تخليو دائما الحليب هو الاخر. اذا ثقيله ولا خصها بيض ولا ديري كما نقولوا تنقضيها بالحليب، تكون الكيكه نتاعك حسب السمك اللي حبيتي تنقضيها بالحليب في الاخير احسن. انا هنا درت الحليب الماء سخون، والماء سخون تاعي هنا يكون يلحق للمون نصف يجي في النص نتاعو باش طيب لك الكيكه نتاعك. حاولي ندويناها الفرن كي طابت لنا البنات. هاي طابت لنا وبردت، هذه بردت طابت بردت بات ليله كامله في الفريجيدان البنات. ما تقلبش هذيك الليله كامله. نحاولوا دوكا باش تساعدنا، درنا هكاك بالموس باش تساعدنا باش تقلب ان شاء الله برك تقلب لنا. هاني نقلبها لكم قدامكم ان شاء الله برك. انا قلت لكم درت الفكره هذه بالفواكه. هذه اول واحد، هذه يعني يبان لي انا اول وحده درت لكم بالفواكه. ما شفتهاش قبل، شفتها بالفلون، شفتها بالنيسلي، شفتها يطيبوا الفلون وحده ويطيبوا الكيكه وحدها. انا درتها لكم على الطريقه الاصليه. حاجه اللي درتها زايده اني درت بالفواكه الطبيعيه. الموسم نتاعهم خاصه موسم الفراوله، وكاين الفراوله ربي يبارك ما شاء الله كاينه في بلادنا. ديروا بها لولادكم ان شاء الله تنجح لكم. شوفوا البنات كي قطعتها، شوفوا طبقه الموز وحدها ما دخلش في بعضها، لانه نحن عندنا ثاني حاجه لازم تكون الخفه نتاع الكيكه ماشي ثقيله. الاخر يكون خفيف، الاخر يكون اخف شوي، ما يكونش ثقيل. كي يكون ثقيل ما بزاف، ما تكون شويه الخفه، تكون حوالي كما نقولوا تكون فيها توازن. ما تثقليش الكيكه نتاعك وما تخفيهاش بزاف. هذه تاع الموز ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها. هذه الثانيه، هذه الكيكه الثانيه، قادر تاع الكيكه الثانيه تاع الفراوله. هنايا حركت كما نقولوا درت لكم كراميل. بالي نزرب لكم شويه الخطوات هنا باش ما تملوش البنات من الفيديو تقولوا طويل. انا نزربت لكم شويه الخطوات، درت لكم الكراميل بلا ما نوري لكم، حرقتها بلا ما نوري لكم. نجوزو هنا عندنا المقادير نتاع الكيكه: 2 حبات بيض، كاس الا ربع زيت، حليب، سكر، كاس فرينه. عندنا هنا عندي عطر الفراوله. هنا عطر الفراوله. هنا نديو عندنا كميه من الفراوله، بصح حنا نكيلوها كي نرحيوها البنات، نكيلوها بالكاس. لازم تخرج لي كاس. ما تشوفيش الميزان، شوفي كي ترحيها كيلي بها كاس. حنا دوكا نبريباريو لاباراي نتاعنا نتاع الكريمه. عندنا 3 حبات بيض كاملين. عندنا هنايا كاس غير 4 كاس غير 7 غير 4 هنا البنات، نقص اصبع البنات. سكر، عندنا فانيليا، خلطوه هنا حتى يذوب لنا السكر. هنا كي ذاب لنا السكر نزيدوا له البنات الحليب. عندنا حليب هنا كاس نقص مع ثانية حليب. عندنا 3 مغارف هنايا نتاع لحظة، كيلتهم هنا البنات، راني مكيلتهم مرة واحدة.
3 لحظة خلطوهم مليح تينسجموا مع بعضهم. نفس الخطوات البنات برك باش بغيتكم برك تشوفوهم. هنا الكاس نتاعنا تاع الفراولة، خلطوا مليح. هو كي تخلطوا نأكد لكم حتى تذوبوا السكر، ما تلوحوش الحوايج الاخرين حتى تكملوا حتى تذوبوا السكر. هنا زدنا عطر الفراوله، مش للعطر، للون برك. انا قصدت هنا اللون البنات، قصدت اللون باش يعطيني لون شويه وردي. نفرغوا الكراميل تاعنا، لاباراي تاعنا على الكراميل، الكريمه نتاعنا على الكراميل. او هي ما درتهاش في الفريغو البنات، انا درتها غير في الفريجيدان هكذاك عادي، في الثلاجه عادي. عمليك المقادير نتاع الكيك الفراوله بالكريمه، حتى مع الكريمه ومقادير الكيكه. هنا ثاني ندير لكم هنا البنات. انا ما درتهاش هذه، ما فيهاش الكاكاو، هذه درتها بيضه. نقصت شويه السكر. هنا عندي غير عندي السكر، عندي لافاني. راني كتبت لكم المقادير البنات مضبوطه. نحركو مليح حتى يذوب لنا السكر مليح. هنا نزيدو الزيت، الزيت. هنا الكميه تاع الكيكه تاعي هذه قليله شويه، بصح انا المقادير انا حطيتهم لكم مضبوطين، عطيت لكم مضبوطين المقادير نتاعكم. المقادير حطيتها لكم مضبوطه في الفيديو. هنا عندنا خميره تاع الكاطو، ما نحطش يعني ما نحطش الباكي كامل كيما في الاولى، لانه هنا قلت لك الكيكه هذه صغيره شويه، اقل شويه، ودرتها بيضه. الاخرى عندها زياده نتاع 2 مغارف كاكاو، هذه ما عندهاش. هنا نحللها قلت لكم البنات، انا على الاخر ندير الحليب هكذا احسن البنات. هنا بالعكس احسن تتحكموا في السمك نتاع الكيكه نتاعكم، خفيفه ثقيله. هنا احسن تخلوهم الحليب على الاخر احسن، وتكون خفيفه شويه ما تكونش ثقيله، باش تطلع لكم الكيكه كي طيب يتثقال تتماسك، باش تطلع ما تكونش ثقيله بزاف. كي تكون ثقيله يتهبط، تدخل في بعضها البعض. هنا جبت الماء سخون نفس الطريقه مع الاولى، نحطوها في الماء سخون، ومده الطياب تاعها ندوها للفرن، تكون في النصف الماء تاعها، ندوها من 45 دقيقه حوالي ساعه حسب الفرن، 45 دقيقه 50 حتى لساعه. شويه الكراميل وصعيب باش يطيب، لكم لازم نعطوله وقت. وفي باماغي اسمه هنا لازم نعطوله وقت. هنا قلبناها لكم البنات على المباشر هنا قدامكم، بعد ما بات ليله كامله البنات. انا طابت لي في الليل، بعد ما كانت ليله كامله وتبرد، ومن بعد نحطوها شويه في ماء سخون باش الكراميل نحطو شويه ماء سخون. تسمعي الطرشقه هكا، تحسمي طق هكا كما نقولوا، تعرفي باللي بدات الكراميل تاعك تذوب. هنا راني قطعتها لكم تشوفوا الطبقات البنات، والله طعم روعة البنات، غير الفواكه طبيعية روعة، لا فلون لا نيسلي لا ما طيبتها وحدها، ما طيبت الكيكة وحدها، ما طيبت الفلون وحده، كامل طيبتهم مع بعضهم ونجحت لي كل. ان شاء الله تعجبكم. هاي تبان لكم طبقة وردية تاع الفراولة، وطبقة تاع الكيكة من تحت. ان شاء الله برك تعجبكم البنات، جربوها. لا تنسوا ديروا متابعة لقناتي أكلة وفكرة، وتدعموني بالنشر واللايك.